عليك؟ علي حمد ابراهيم. علي شغال ايه يا علي؟ بواب حضرتك. بواب، يبقى انت بتشجع الزمالك ان شاء الله. طيب قول لي يا علي شعورك ايه بعد ماتش النهارده؟ فرحان ازاي يا علي وانتوا النهارده خسرانين؟ مش مهم خسرنا ولا كسبنا، اهم حاجه اللي احنا لعبنا في النهائي. باشا ممكن اقول حاجه بس بعد اذنك؟ طبعا اتفضل. انا عايز افهم حاجه بس، ازاي حضرتك فريق زي نادي الزمالك معاه لعيبه بيدفع فيها ملايين ومش عارفين يكسبوا؟ بالله عليك ده يرضي ربنا؟ احنا بقالنا 14 سنه ما خدناش البطوله ديت، وقلنا فرصه بنوصل للنهائي بالعافيه، يعني النهائي ده مش هيجي لنا غير كل فين وفين، فقلنا فرصه ان احنا نوصل للنهائي ناخد البطوله النهارده. ده ينفع ان احنا نروح هناك نخسر هناك 3 وهنا على ارضنا ما نعملش اي حاجه؟ وتشوفوا الجمهور بتاع الزمالك على الفيس افريقيا يا زمالك افريقيا يا زمالك، قلت بس خلاص احنا خدنا البطوله، لكن احنا في الاخر ولا خدنا ولا ادينا. بالله عليك ده يرضي ربنا؟ انت خريج ايه؟ انا خليك دكتور، سيبني بس اكمل. بص يا باشا، احنا مش عارفين نعمل ايه. الجمهور عمال يشجع في الزمالك لما حسسوا ان هو ريال مدريد، انما الاصل الزمالك في الاصلي هو بني عبيد. ده يا باشا ما ينفعش، والله ما ينفع. احنا لو كنا خدنا بطوله افريقيا كنا هناخد اللقب السادس بمعدل بطولات وائل جمعه، لعيب من النادي الاهلي. احنا بننافس لاعب من النادي الاهلي، ما بننافسش النادي الاهلي ذات نفسه. يا باشا احنا مش عارفين نعمل ايه. محدش بيحب الزمالك ولا حد قلبه على الزمالك. احنا قدامنا 3 حاجات عشان خاطر ايه الزمالك يتعدل. رقم 1 جهاز فني محترم، رقم 2 لعيبه رجاله ورئيس نادي يكون عاقل، رقم 3 لو 1 و2 ما تنفذوش هشجع الاهلي. بس يا باشا كده. انا عايز بس اقول لك على حاجه، بالله عليك ما تقطع ولا كلمه من اللي انا قلته ده، بالله عليك ما تقطع ولا كلمه. كل كلمه. شكرا.